مساء الخير اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سفاره الطب. حلقتنا النهارده مميزه جدا. مين فينا ما بيحلمش ان هو يغير حياته وبيحلم ان هو يغير يعني اهدافه للافضل في كل شيء. طبعا لو خاطبت نفسك بالضعف اكيد هتكون ضعيف، ولو خاطبتها بالقوه فاكيد هتكون قويه. معانا النهارده ضيفنا هيتكلم في اهم نصائح التنميه البشريه وتطوير الذات. دكتور هيثم حمزه، مدرب دولي معتمد من اليونسكو وعدة جهات رسمية وخاصة، ولايف كوتش معتمد وسفير مجتمع الانترنت الرقمي بمصر والدول العربية. هنرحب بضيفنا دكتور هيثم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور هيثم، عايزين نعرف أهمية التنمية البشرية في حياتنا وفي مشاعرنا. طبعا برحب بحضرتك. بالنسبة لموضوع التنمية البشرية، هو موضوع تطوير الذات وتطوير الأفكار. لو أنا فهمت يعني إيه تنمية بشرية، هيكون عندي فكر، والفكر دوت هو الذي يؤدي إلى الشعور، والشعور أو المشاعر دي بتؤدي إلى سلوك، وهذا السلوك يؤدي إلى نمط حياة وعادة في الحياة. ولكن خلينا نتوقف شوية على حتة المشاعر اللي هي بيكون سببها التفكير. بالنسبة لكل إنسان اتوجع، لكل إنسان اتألم، لكل إنسان حس بنار جواه، لكل إنسان دمع وبكى، أحب اللي أنا أقول له تستاهل، حضرتك تستاهل وحضرتك تستاهلي. ليه يا فندم؟ ما حضرتك فضلت تضخ في مشاعر، وحضرتك برضه فضلت تضخ في مشاعر، ماشي، لحد ما البنك بتاعك فلس. أيا كان المشاعر اللي هي بتؤدي إلى الإحساس بالحزن، بتؤدي إلى الإحساس بالوجع، بتؤدي إلى الإحساس بالألم بفراق أشخاص. وبالمناسبة هو الألم والوجع لا يحدث بسبب إن أنا يعني باكي على الأشخاص، لا، ده هي الألم بيحدث والوجيعة بتحدث. ليه؟ لأن أنا فضلت أدي من مشاعري وفضلت أدي حاجات كويسة وما لقيتش مقابل. طب ما هو كل إنسان عنده حاجة اسمها بنك المشاعر، والبنك دايما فيه إيه؟ فيه إيداع وفيه سحب. فأنا فضلت أدي، حضرتك فضلت تدي في مشاعر، وحضرتك فضلت تدي في مشاعر، ماشي، لحد ما البنك فلس. فكانت الصدمة وكان الألم كبير وكانت الوجيعة أكبر. ليه؟ لأن أنا فضلت أدي بدون مقابل. طب يعني السؤال هنا، الحل بيكون إيه؟ ازاي ان انا بقى اقدر ان انا اتغلب على هذه الصدمه واتغلب على هذه المشاعر اللي بقت عندي، اللي هي فيها حزن وفيها الم؟ اول حاجه ان انا بحتسب اللي انا اديته من مشاعر لله سبحانه وتعالى، دي واحد. اتنين، في اكون عارف 3 انماط مش شخصيه، 3 انماط مش شخصيه. ال3 انماط دولت هيسببوا لي صدمات بعد كده في المستقبل لو انا ما فهمتهمش. اول نمط من انماط هذه الشخصيه، الشخصيه السيكوباتيه او الشخص السيكوباتي. الشخص السيكوباتي ده مين؟ الشخص السيكوباتي ده الشخص اللي ما بيتمرش فيه، بالاخر يعني الشخص الذي لا يتمر، ما بيتمرش فيه حاجه، تيجي له صوابع كده 10 شمع، هو برضه ما بيتمرش فيه اي شيء. او بمعنى اصح، الشخص اللي هو ما عندوش ضمير، ما عندوش ضمير، مهما تعملي معاه هو ناكر للجميل. تاني شخصيه هي الشخصيه السلبيه. يعني ايه شخصيه سلبيه؟ يعني شخصيه ان انا هقول له تعالى ناخد دوره، لا والله يا عم دوره ايه مالهاش لازمه، تعالى ان احنا نخرج نتفسح شويه، يا عم قعده البيت حلوه. هو ده الشخص السلبي، او مفيش عنده بالظبط، مع يعني مفيش تجديد في حياته ولا في تطوير في حياته. عندي 3 شخصيه وهي الاخيره، ابو العريف، وده كارثه ومشكله كبيره. ليه كارثه ومشكله كبيره؟ لان هو فاهم في كل شيء، في الطب فاهم، في الهندسه فاهم، في كل حاجه فاهم فيها،
وفي الاخر بعد ما تغلطي او بعد ما تقعي يجي يقول لحضرتك ايه، مش انا قلت لك، مش انا نصحتك، والله انا كنت عارف ان ده انا هيحصل. كنت حاسس وهو ولا قال ولا نصح ولا عمل، هو ده ابو العباد. طيب ايه هي العلاقه بين التنميه البشريه وتطوير الذات؟ التنمية البشرية هي تطوير ذات الإنسان. أنا فكرة التنمية أو معنى التنمية، أنا بحاول إن أنا أطور من ذاتي، بكتسب كل يوم حاجة جديدة، بكتسب كل يوم معلومة جديدة، بروح أخد دورة، بروح أخد بحضر مؤتمر. ليه؟ عشان أطور من نفسي، عشان أكتسب خبرة جديدة، عشان أكتسب معلومات جديدة. هي دي الفكرة بتاعت التنمية البشرية، هي تطوير الذات. لأن أنا لو ما طورتش من ذاتي وما طورتش من نفسي هبقى واقف مكاني والناس كلها عمالة في افكار، مش هيبقى في بالظبط طموح بالظبط او حاجه ان هو عايز يوصل لها أو بالظبط هدف. بالظبط. دكتور هيثم، بنسمع عن لغه الجسد، عاوزين نعرف بقى نبذه عن لغه الجسد. لغة الجسد دي هي من أهم فن التأثير والإقناع لدى الشخص اللي قدامي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو استخدمت لغة الجسد بطريقة صحيحة وسليمة هقدر أقنع الشخص اللي قدامي. تتخيلي يا فندم؟ طب يعني انا ازاي اقدر استخدمها او امتى ابقى فاهمه؟ لا، ده أنا هسأل حضرتك أنا بقى سؤال وهجاوب عليه في نفس الوقت. كيف يعرف العرافون الكثير عنك؟ العراف ده الدجال ده، في ناس بتروح لعراف وتقعد قدامه وتبقى يعني في حالة من الذهول ان هو بيقدر ان هو ازاي انت عرفت ده، ازاي ان انت بتتكلم في الموضوع ده. هي فكرة الدجال ان هو او العراف ان هو بيعمل حاجة اسمها القراءة الباردة. يعني ايه قراءة باردة؟ حضرتك قاعدة قدامي تخش عليا بقول لحضرتك انت حضرتك انا حاسس ان حضرتك بتمر بمشكلة كبيرة جدا جدا جدا، فحضرتك بتبدأ تعملي لي إيماءة بتوضح لي ان كلامي صح. إيماءة مثلا القبول اللي هي كده زي ما حضرتك بتعملي كده، إيماءة القبول. فببدأ أكمل مع حضرتك او بيبدأ العراف ده بيكمل مع حضرتك، بيبقى عندي إيحاء ان فعلا انت بتقول صح او كلام بالظبط بالظبط. او حضرتك بتبدأي تعملي ازاي؟ مندهاش، يبدأ ان هو يغير الاتجاه ويغير الموضوع في قصة تانية. ولكن هو ما بيعرفش يعني ايه لغة جسد، هو مش دارس يعني ايه لغة جسد، ولكن هو لديه القدرة بشكل غير مباشر ان هو يعرف الإيماءات بتاعت الشخص اللي قدامه. ودي هو ما بيفهمش يعني ايه لغة جسد. ولكن تعالي بقى نقول يعني ايه لغة جسد. لغة الجسد هي ترجمة لحالة الشخص الداخلية. كل اللي أنا بشعر بيه من فرح أو حزن الجسم بتاعي بيترجمه. يعني لو أنا مبسوط هلاقي فيه ابتسامة، لو أنا زعلان أو متوتر هلاقي فيه يعني شيء من التشتت لدى الحركات بتاعت جسمي، وهيبقى فيه حتى نبرات صوتي هتتغير. فدي من أهم حاجات في لغة الجسد. طيب لغة الجسد دي بتساعدني في الحياة ازاي؟ احنا قلنا 55% العلماء قالوا ان 55% من فن التأثير والإقناع بيعتمد على لغة الجسد، و7% كلام منطوق، الكلام اللي احنا بنتكلمه 7% في فن التأثير والإقناع، و38% اللي هي بقت النسبة اللي هي ايه؟ نبرات الصوت، أعلي أوطي في جزء معين. هي دي كانت فكرة. ولكن الجزء الكبير لمين؟ الجزء الأكبر لمين؟ للغة الجسد. طيب هل لغة الجسد دي ممكن تخليني أفهم اللي قدامي وأتعاطف معاه؟ بكل تأكيد. إزاي؟ أنا لو عندي شخص داخل قاعة تدريبية أو داخل فرح أو داخل مؤتمر أو أنا ممكن أقدر إن أنا أفهم وأتعاطف مع هذا الشخص وأساعده كمان. تتخيل يا فندم؟ تقدري تساعديه كمان. إزاي؟ لو شخص عندي قلق الاقي شخص دايما بيعمل فيه الياقه بتاعه القميص بهذه الطريقه، متكرر بيكرر هذه الطريقه، بيبدا ان هو يعمل الساعه او الياقه بتاعه الاسوره بتاعه القميص بهذه الطريقه او حاجه بقى. طب هي الحركات دي بتبقى اصلا اراديه؟ الحركات دي مشاعره، الجسم بيترجم المشاعر اللي جواه. هو حاسس هو حاسس بحاجه بشيء من القلق
وعدم الثقه بالنفس، فبيحاول يداريها ازاي؟ بيعمل كده بشكل متكرر، بيعمل كده. تمام. بالنسبه بقى للنساء، يعني في إيماءة مشهورة جدا 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 ومتكررة جدا جدا جدا، وهي الأشهر على الإطلاق، وهي إن هي بتقعد تمسك الدبلة وتقعد تعمل بهذه الطريقة، فهي متوترة وقلقة. فحضرتك بتفهم الشخص اللي قدامك وبتفهم الشخصية اللي قدامك بهذه الطريقة، فبقدر إن أنا أساعده، بقدر إن أنا أطبطب، والطبطبة ساعات بتكون مهمة جدا لدى الشخص الآخر. طيب أنا عندي إيماءة بقى مهمة جدا برضو في لغة الجسد، وهي إيماءة المحاكاة. حضرتك يقول لك إيه، الزوج ده شبه الزوجة، شبه زوجته جدا، أو الزوجة دي ده شبه بعض جدا، ولو حضرتك ركزت في الملامح مش شبه بعض. طب إيه القصة ولا إيه الحوار بتاع الموضوع دوت؟ هو واحد منهم طبع على التاني، واحد منهم هما الاتنين بيحبوا بعض، فبدأوا يطبعوا على بعض، بدأوا الاتنين بيعملوا نفس حركات بعض. اصل الحب بيعمل اكتر من كده. الحب يا فندم بيعمل اكتر من كده. ولكن طريقة المحاكاة من فضل حضرتك ومن فضل حضرتك، اوعي تطبقيها مع مسؤول، اوعي تطبقها مع مدير. يعني ما ينفعش مدير يبقى قاعد حاطط رجل على رجل، وحضرتك طبعا كموظف عنده تعمل طريقة المحاكاة وتحط رجل على رجل. طبعا حضرتك كده مش هيبقى حب. يعني ما تطبعش بطبع اي حد مثلا في طريقة اقعد معاه المحاكاة في وقت يعني فترة طويلة او بشتغل معاه في مدة طويلة، ما احاولش ان انا اطبع بتطبع شخص تاني يعني. اكيد طبعا لازم اكون فاهم الشخصية اللي قدامي وفاهم انا بتعامل مع مين. ما اعملش طريقة المحاكاة، طريقة المحاكاة تعمل مع اتنين كابل، اتنين متجوزين، اتنين بيحبوا بعض، صديقين مع بعض، بتلاقيهم بيعملوا نفس الحركات ونفس الايماءات. انا فعلا باخد بالي ان في ناس يعني بحس ان هم واخدين طبع بعض، رغم ان هم برضه علاقتهم ببعض مش قوية يعني، او بيحاول ان هو يقلد الشخص دوت في حاجة بس ما بتبقاش لايقة عليه مثلا. دائما في قاعدة ذهبية كده الواحد بيقولها دايما، ان لغة الجسد بتفضح، بتكشف ايه؟ بتكشف الشخص ده مهما كان الشخص ده متمرس في لغة الجسد. هي مشاعره، هي لغة الجسد قلنا ايه؟ ترجمة للمشاعر الداخلية. فمثلا عندي إيماءة مثلا، كويس السؤال بتاع حضرتك يعني أكثر من رائع وغاية في الأهمية. إن في مثلا إيماءة اسمها، أنا مسميها أنا بريء يا بيه، اللي هي الإيماءة دي، أنا ما عملتش حاجة. أو إيماءة إحنا بنقول عليها الصدق، إيماءة الصدق. بتلاقي الشخص كاشف راحة يديه بهذه الطريقة، ولكن حتى المتمرس في لغة الجسد ما يقدرش إن هو يكررها لو بيكذب. ليه؟ لأن المشاعر الداخلية يعني مش هتتكرر في الكذب، هي مرة أو مرتين، إنما المشاعر بتفضح ولغة الجسد بتفضح اللي جوه البني آدم. ولذلك الصادق هتلاقي لغة جسده بتتماشى مع كلامه ونبرة صوته وحركاته ومشاعره وكل شيء. طب عايزين نعرف ايه هي برامج او دورات التنمية البشرية وتطوير الذات؟ في برامج كتيرة أكثر من رائعة، منها في برامج عن البرمجة اللغوية العصبية، البرمجة اللغوية عصبية، ازاي ان انا ابرمج تفكيري اللي هو بيؤدي الى الشعور، والشعور اللي بيؤدي الى السلوك وبيوصلني لنتيجة ايجابية. ازاي ان انا اعمل استبدال لحاجات حصلت لي في الماضي، حاجات حصلت لي في الماضي ومش قادر انساها، ومسببه لي عقد، ومسببه لي حاجات نفسيه، ومسببه لي كل ما افتكر هذه المشاكل باصاب بشيء من التعب النفسي والارهاق النفسي. بنعمل في حاجات بندرسها زي قانون الاستبدال وغيرها من الامور عشان احسن حياتي، عشان اقدر ان انا اطور من حياتي، عشان اقدر ان انا اتقدم في حياتي. في عندي حاجة اسمها تدريب المدربين، بنعلم حضرتك يعني ايه الاتيكيت، فن الاتيكيت، بنعلم حضرتك يعني ايه لو عندك بتدربي ناس ازاي ان انت تعملي بعض الاستراتيجيات الفعالة في التدريب، ازاي ان انت توصلي المعلومة للغير بشكل مناسب، ازاي ايضا تساعدي نفسك
عشان تقدري تساعدي الغير دي مهمة جدا جدا جدا. وده بيرجع برضو السؤال اللي حضرتك سألتيه قبل كده، التنمية البشرية وتطوير الذات، ده هما الاتنين جزء لا يتجزأ من بعضهم البعض. طب لو شخص هو فعلا يعني جواه حاجة مأثرة عليه من فترة طويلة أو مش قادر يخرج منها، هل بياخد وقت إن هو يقدر يعيد حياته مثلا من أول جديد أو تفكيره في حاجات إيجابية؟ في عندنا قاعدة بتقول كل ما تفكر به يفكر بك، كل ما تفكر به يفكر بك. بمعنى ايه؟ انا لو عندي فكرة ان انا خايف مثلا من الكلاب مثلا كحيوان، خايف منه، هنزل الشارع هلاقي الشارع كله كلاب. كل ما تتوقعيه بيحصل. تتخيلي يا فندم؟ كل ما تتوقعيه بيحصل. سواء بيحدث أو بيحدث حسب فكرك. ولذلك الفكر ده يعني عندي إيحاء بقى خلاص إن الحاجة دي هتحصل، بتحصل يعني. طبعا لأن جسمك ده بيصدر منه ذبذبات. تتخيلي يا فندم؟ حسب الفكر. الإنسان أو الطبيعة البشرية يعني جبارة بمعنى الكلمة، جبارة بمعنى الكلمة. بالظبط كده، بالظبط. فكل ما تفكري بيه يفكر فيكي. ساعات كده ايه، بتكوني بتفكري في شخص، بتفوجئي ان الشخص ده بيتصل. والله ده انا كنت لسه بفكر فيه. معقولة؟ والله كنت لسه بفكر فيه. كل ما بتفكري فيه يا فندم بينجذب اليكي. كل ما تتوقعيه بيحصل. كل ما تعتقديه بيتحقق. طب ولو حد مثلا يعني لقى نفسه بيفكر في تفكير سلبي، امتى يحس يعني او يبطل ان هو يفكر في ده في وقتها؟ يعني مثلا حضرتك بتقولي ان انا دلوقتي ببقى نازله الشارع اخاف من اي حاجه بلاقيها. طب انا مثلا فكرت في كده وتراجعت، او مثلا اديت لنفسي قوه شويه، هل برضو هيبقى الضعف مسيطر عليا؟ دايما لازم يكون التفكير عندي ايجابي. دايما ايجابي. وتفكيري مش هيبقى ايجابي غير التقرب لله سبحانه وتعالى. المنبع الرئيسي لكل شيء. اصلا انا عندي حاجه اسمها عجله الحياه. وعجله الحياه دي الجمله الرئيسيه بتاعتها وهي التقرب الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هيحقق لي الجانب الروحي. الجانب الروحي يعني نفسيتي هتبقى كويسه. طب لما تبقى نفسيتي كويسه هتبقى علاقتي بالجانب الاجتماعي بقى هيبقى كويس. طب لما يبقى الجانب الاجتماعي كويس تبقى علاقاتي بالناس كويسه، وهيبقى علاقاتي حتى الوظيفيه في الوظيفه هتبقى كويسه باصدقائي، وهيحقق لي برضه الدخل. ليه؟ لان انا لما ابقى كويس مع الناس هيبدا يفتح لي ابواب اخرى، وهيبدا الناس تحبني. فده مهم جدا، الجانب الروحي اللي بتبنى عليه كل شيء. احنا عايزين بقى اهم نصائح كده قبل ما نختم حلقتنا عن التنميه البشريه. التنمية البشرية مهمة جدا 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 لحضرتك ولحضرتك. التنمية البشرية هتعلمك ازاي تفكر، هتعلمك ازاي يكون عندك مشاعر، هتعلمك ازاي ما تصدمش في الشخص. لان كل ما تتوقع قوي في الشخص اللي قدامك كل ما هتبقى الصدمة كبيرة. هتعلمك ازاي تبرمج فكرك وتبرمج مشاعرك، هتعلمك ازاي تتعامل مع الاخر، هتعلمك ازاي يعني ايه فن التعامل مع الاخر، فن الاتيكيت، فن الحياة. هذه هي التنمية البشرية. يا رب اكون فدتكم ولو بالقليل، وكل الشكر والتقدير لحضراتكم. شكرا لك يا دكتور هيثم. شكرا لحضرتك جدا. نورنا في حلقتنا النهارده. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك، وشكرا للساده المشاهدين على مشاهدتهم لحلقتنا، ويا رب فعلا تكونوا استفدتم وتقدروا ان انتم تخلوا حياتكم الافضل ان شاء الله.